تنويه: هذا البرنامج ممول من جهات خارجية معادية وبدعم من المؤامرة الكونية الإمبريالية الصهيو أمريكية الماسونية، وجميع المشاركين في برنامج السيناريو ينتمون إلى العصابات التكفيرية المسلحة ويساهمون بالتضليل الإعلامي لإسقاط قلعة الصمود والتصدي سوريا الأسد. السيناريو. سيداتي سادتي، الآن برنامج سيناريو مع هبام خوي. السيناريو. قلنا لكم سوريا قوية، قلنا لكم سوريا عصية، وطلع شعر على لساننا لبوسينة شعبان وهي عم تقول خلصت وانتهت وأصبحت وراء ظهورنا، وانتفخ معلاقه للسيناتور شريف شحادة هو عم بيقلكن لا يوجد في سوريا أزمة وانتو فالج لا تعالج. هلا صدقتوا ولا ما صدقتوا؟ شفتوا بعيونكم كيف كل واحد تآمر على سوريا وشارك في المؤامرة الكونية؟ الله دخيل اسمه طبوا بنفس الحفرة اللي حفر للقائد الأسد، يمهل ولا يهمل. وينه باراك أوباما؟ راح وبقيت أمريكا. وينه فرانسوا أولاند؟ راح وبقيت فرنسا. وينه ديفيد كاميرون؟ راح وبقيت إنجليزيا. لك وينه الملك عبد الله؟ راح وبقيت السعودية. وينه حمد بن جاسم؟ راح وبقيت قطر. وينه القائد الأسد؟ بقي وراحت سوريا. بس لوين راحت؟ على العالي لفوق، لأنه قائد الأسد كلهم راحوا وبقي القائد الأسد وبقيت سوريا قوية عصية. صحيح أنه سوريا البلد فقدت عزريتها وانفتحت من كل الاتجاهات، وصحيح أنه سماها صار بدها شرطي سير لينظم حركة الطائرات، وصحيح أنه البراميل الذكية اللي عم تنزل من الحوامات نيتها صافية أنه تجمع من بقي من الشعب حي مع الأموات، وصحيح أنه المواطن كفر بالعدل والمثقف فينا صار يحسد أهل الجهل، وكل مجرمين العالم نازلين فينا طبش وقتل، والناس عم تاكل بعضها أكل. وصحيح أنه ما عاد عنا مي للشرب، وما عاد بسوريا سوري وصارت كلها غرب، شي إيراني وشي أفغاني وشي شيشاني وشي صرب، بس الشهادة لله سوريا بخير وما فيها جنس الحرب. وصحيح أنه بهالست سنين دقنا القهر والويل، ورجلينا تعبت من المشي بالجنازات، وكتافنا انهدت من كتر الشيل، وما ضل عزب بلادنا وما حضرناه، ومرمرت شفايفنا من كتر القهوة والهيل، بس الشهادة لله نحن اللي انتصرنا، بدليل اقتلوا هالقبضاي اللي لساها عم تطلع الساعة 3 بالليل. وصحيح انه التحالف الدولي عمل على الرقة شي 1500 غارة، وصحيح انه في الجامع الاموي شغال اللطم والصلاة على الفخارة، وصحيح انه السوري صار يتعامل مثل الجربان باي قنصلية او سفارة، وصحيح انه 3/4 حلب القديمة راحت كل آثارها، بس الحمد لله سوريا بخير، والدليل طالعنا الجزء التاسع من باب الحارة. وصحيح انه اسرائيل عم تقصفنا ليل نهار، وصحيح انه الايراني حول جوامعنا لمزار، وصحيح انه الروسي حط ايده على كل النفط والابار، وصحيح انه اللبناني اللي استضفناه بسوريا طلع اكال نكار، وصحيح اي دولة بيخطر على بالها بتبعت جيشها على سوريا مشوار، بس الشهادة لله سيادتنا الوطنية بخير في ظل القائد بشار. لذلك يا ريت كل واحد بتمه حكي يسكت، لانه سوريا بخير ما دام قائدها بخير، ويا ريت المغرضين والمشككين يخرسوا. خلاص ما بدي اسمع صوت، ما بدي اسمع صوت ولا صوت، عم تفهموا؟ ولا صوت. الشعب السوري عزمه إصرار، صامت مثل السرو وجه الإعصار. دوري يا طاحون الثورة دوري، خلي العالم يعرف مين السوري. ذهب أصلي نصيري ولا كوري، ما بيرجع إلا للرب الجبار. روسيا والصين إيران علينا، مجتمع الدول ما أثر فينا، يمكن نسيوا
شيعك راد وسن ويا زيدي، ثورتنا كرامة وإنسانية، وبشار الوحده رح يحملها لعال. نحنا منوصف ما منحكي قصة، والضحك عنا وراها غصة، كل الحقيقة وما منرضى بنصة، هذا السيناريو مو نشرة أخبار، لك هذا السيناريو مو نشرة أخبار. حلوة الابتسامة، واللي بطالع ابتسامة حلوة هي الأسنان، وأهم شيء تكون الأسنان عم تلمع، وهي الفرشاية هي اللي بتلمع الأسنان. وكمان عنا في شيء بيلمع النظارات، اللي هي هالمحرمة هي بتلمع النظارات، وهالفرشاية هي ممكن تلمع الطاقية، وممكن نستعملها بتلميع الحمامات، وممكن نستعملها بتلميع الكنادر. وعلى سيرة الكنادر، مين بيلمع بشار الأسد؟ أكيد وسائل الإعلام هي اللي بتلمع الرئيس الأسد. وبما أنه بسوريا كل وسائل الإعلام ملك للدولة، والدولة مطوبة باسم سيادته، معناتها كل وسائل الإعلام ملك الأسد وخدمة سعادته وتلميعه تلميع مدامته. فاشتغلت الماكينة الإعلامية بالتلميع، وأهم عنصر بالماكينة الإعلامية هو التلفزيون، وأكثر شيء بيطلع على التلفزيون هنن الفنانين. فكان سيادته يستعمل الفنانين ليلمع صورته، وصاروا الفنانين يتسابقوا مين بده يلمع أكثر. وأنا بحيي بالمناسبة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية على أنه فعلا واحد من الناس اللي شجع على الفيسبوك، وكان هو رجل معلوماتي الأول. هذا الكلام صار قوة، صار يعني هذا الرجل برئاسة الجمهورية بهذا الموقع، هذا الرجل صار هو عبارة عن ملاذ وملجأ وأمان بهذه اللحظة، وهو رمز الوحدة الوطنية. لكان ملاذ وملجأ وأبو طابق فني، وقلت لي بشجع على الفيسبوك، ولك لمع لمع. أنا مع الدولة، أنا مع رئيس هذه الدولة، وأنا مع الدولة السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. فليعجب هذا الكلام من يشاء ولا يعجب من يشاء. لك لا يعجب، ما عجبه ينطح راسه بالحيط، هيك بده جودي أبو خميس. صوبت لقائدي لرئيسي. من هو؟ السيد الرئيس بشار حافظ علي سليمان الأسد. هذا الاسم. حافظ علي سليمان الأسد علوش لميع. بشار الأسد وبتمنى شو بتقول؟ بقول له الله يكون في عونك. استطاع بحنكة سياسية رائعة، مي غريبة، لأنه هو ابن الراحل حافظ الأسد، أنه أعطى قوى العالم لم تستطع أن تقذف سوريا إلى الهاوية. يفضح كبرتك أدم كولك أنت. يا حبيبي لك هذا أنا أستاذ مهند. مين حط الفيديو؟ قلنا لكم حطوا لنا فيديو مواقف الفنانين بعد الثورة، بعد الثورة مو قبل الثورة. يلا ارجعوا لنا على اللي عم بيلمعوا بعد الثورة. لمع منيح بعد 5 سنين انه قدر الرئيس دكتور بشار الاسد يحافظ على البلد ويكون موجود رغم كل الحرب الكونيه اللي صارت على سوريا. صموده ونحن وفاء لسوريا حنكون معه. قلتي لي صموده دخيل ربك انت على الصمود تبعه انت. حنان حنان حنان. لمي دكتور بشار بسوريا. نعم. أنا شخصيا زرته من شي سنة ونص. قلت له يا دكتور دخيل إجراءات. حنين دكتور بشار وقلب طيب وما بحب الدم، وإنسان متعلم ولطيف وطري. حنين طيب ولطيف وطري. ايه بسكويتي هو حجي. ابو وديع
لميع. لا هو صمام الأمان في سوريا، لا إن شئت أم أبيت هو صمام الأمان. هو صمام الأمان؟ وأنت سكر عدم رجوع يعني عدم المؤاخذة؟ إيه عن شيطانك على صمام الأمان هذا؟ كمل حبيبي كمل. طلعت بعين جندي عربي سوري واقف على الحاجة، قسما بالله حسيت انه النصر جاي، والله العظيم. I can smell you. عيون مليانة حب ومليانة تضحية ومليانة انتماء شو يا لطيف يا لطيف يا لطيف ما أحلاه يا لطيف. شو مليان وطنية مليان شرف، مليان عزة، مليان كرامة. اوف اعطونا محرمة يا اخي. ابو امير هي بالدقيف يا علي الحلال، احلى دور اخذته بحياتك سلوم. لميع. سوريا جنة وحياة الله. مظبوط. وسيادة الرئيس حدا عن جد منيح. مظبوط ولا سيادة الرئيس عن جد منيح. لميع لك لميع ولك لميع لميع. ونتعلمنا نضال بسوريا أرض الكرامة من الأسد ابن الأسد الماحنة راس ولا والطهامة. استاذ فادي افصل لي فريق الاعداد كلياته. ليش في كان حدا بيعرف يلمع احسن مني؟ بس بما انه فصلنا فريق الاعداد وكنت عم بلامه اخي لا هي نشربها حطيناهن هون. بالكن انا ليش غيرت موقفي وانقلبت على بشار الاسد؟ واحد قلع اظافر اطفال درعا، قتل حمزه الخطيب، ضرب شعبه بالبراميل والسكود، قصف خان شيخون والغوطة بالكيماوي. يعني هي كلها مثلا شغلات ثانوية؟ يعني خرجي واحد يغلط هيك غلطة ويقتله مليون واحد من شعبه عادي يعني؟ يا جماعة هذا السبب ما بيخليني انقلب عليه، لا ولسه في سبب تاني. انا اللي زعجني انه كان عم بيمثل احسن مني وعم بيمثل علي، مرة دور مقاوم ومرة دور ممانع ومرة دور إصلاحي. ولك قديش صعبة علي وأنا ابن مهنة يجي واحد أصغر مني ب6 سنين ويخدعني. واللي قهرني أكتر إنه بيمثل أحسن مني. لا هون وبس. المثل بيقول أحلى مني الله خلقه، بس أشطر مني بدي أضل أرقد لألحقه. بس يفضح كبرته هالبشار الأسد طويل وجريه طوالي، إيش بلحقه يا جماعة الخير؟ هل بني آدم هالبني آدم خلاني شك بحالي. قال أنا فرحان أني عرضت مسرحية طاب الموت يا عرب وليلة سقوط بغداد سنة وسنتين ومفكر حالي عملت إنجاز، وهو 17 سنة بيخلص من مسرحية بيدخل بمسرحية، من مسرحية العصا السحرية لمسرحية سوريا الله حامية لمسرحية التطوير والتحديث لمسرحية سوا لورا. هون قلت لحالي لا هون وبس. قعدت وبلشت عيد حساباتي مع حالي واسترجع مشاهداتي، وفجأة اكتشفت انه مو بس بشار الاسد لوحده عم يعرض مسرحيات له 17 سنة. يا سيدي في ممثلين عمالقة واعمال مسرحية ضخمة عم تنعرض علينا كلياتنا، ومن كتر مو مصروف عليها انتاجيا ومن براعة الممثلين اللي فيها كنا نحس كلياتنا انها حقيقة. مثل مسرحية باراك ابو دودة وايام الاسد المعدودة، مسرحية الطرطيرة وشوفيرة حسن زميرة، مسرحية المهلبية في القمة العربية، مسرحية شوي الكستنة بين جنيف واستنا. بس احلى مسرحية عم تنعرض هي دور الاعلاف في تسمين اعضاء الاكتلاف. بس اهم شيء اكتشفته انه الموهبة لوحدها ما بتقدر تخليك نجم بهيك مسرحيات، لازم يكون في عندك سيناريو قوي ومنتج معه مصاري، واهم شيء لازم تكون ابن عائلة فنية. والدليل على حكي هذا هو انتشار العائلات الفنية في الوطن العربي، مثل عائلة الشريف اللي منها العالمي عمر الشريف، نور الشريف،
ناهد شريف، جمال الشريف. كيف؟ جمال حكم، محلل رياض، يعني محلل بيطلع على التلفزيون. ايه فنان، كل شيء بيطلع على التلفزيون فنان يا جماعة. وحازم الشريف اللي ما رفع العلم. بس تاني عائلة فنية عنا بالوطن العربي، وركزوا لي كلياتكم على كلمة تاني عائلة فنية، هي عائلة الرحباني، اللي منها منصور رحباني، عاصي الرحباني، غسان رحباني، الياس رحباني، زياد رحباني. بس مين امه لهذا؟ هذا زياد. فيروز اللي اسمها نهاد حداد، نهاد حداد، هدى حداد، ديانا حداد، سلوم حداد. طبعا هاللفه طويله عريضه كلها لحتى نصل للعائله الفنيه الاولى على مستوى الوطن العربي، اللي هي عائله الاسد. هي العائله اللي طلع منها اهم نجوم المسرح الواقعي في العالم. بعد الفاصل رح نلتقي بخير من يتحدث عن عائله الاسد الفنيه، اللي هو القائد الموهوب، الرائع الطيوب، المدهش المحبوب، الكيوت الدبدوب، الجميل الأرنوب، اللذيذ المرغوب، قمر الليالي وشمس الغروب، معشوق النساء، محطم القلوب، الخالي من العيوب، النقي بلا ذنوب، الغضنفر إذا اشتعلت الحروب، البطة القادمة من الجنوب، الرسول من السماء إلى كل الشعوب، الفنان الكبير بشار الأسد، اللي راح نلتقي فيه بعد الفاصل. لا تروحوا لبعيدة، راجع لكم فاصل ومن واصل. سلامي. السيناريو. مثل ما وعدناكم قبل الفاصل، لقاء حصري ومباشر. بنستقبل سوا القائد، الفريق، الطبيب، الأب، المغوار الطويل، صاحب العيون الزرق وسنين الفرق، الفنان الكبير بشار الأسد. كيف؟ جلطة ما راح يجي. طيب على سكايب، على الفيس تايم مثل أردوغان، على الهاتف حصري. هو عم بيشوفني؟ خلص على الهاتف، على الهاتف. يلا، اللي راح يكون معنا مباشرة على الهواء باتصال هاتفي معنا الدكتور الفنان الكبير بشار الأسد. اهلا وسهلا فيك دكتور بشار الأسد ببرنامج السيناريو. دكتور بشار، أوجه التحية لكم ولكاتب السيناريو والمخرج. طول بالك حجي، طول بالك قبل ما توجه التحية. أنا بدي أسألك، بتحب تحكي شيء دكتور بشار؟ احكي. أود أن أوجه التحية لكم ولكاتب السيناريو والمخرج وكل العاملين في هذا البرنامج. ايه حقيقة ما بعرف شو بدي خاطبك يا فنان يا كبير. خيو انت اختار اللقب اللي بدك انا اخاطبك فيه، ايش بدك؟ ليس هناك فرق، يعني فنان، دكتور، أبو البيش، ليس هناك فرق أبدا. لكن كما تعلم يعني الفنان يحب أن يناديه الناس بأحب أدواره. يعني كما تعلم جورج السوف هو السلطان، سامر المصري العقيد، عادل إمام الزعيم. فأنا يعني أحب أن تناديني أبو البيش، أقصد السيد الرئيس. طيب أبو البيش، كنت وعدتنا أنك تكون معنا بالاستوديو، فممكن نعرف يا طويل التيلة سبب تحويلك اللقاء من مباشر لتليفون؟ بعد دور البطولة الذي أديته في مسرحية سوريا بخير، وأيضا دوري الآخر في مسرحية سوريا الله حامية، كما تعلم زاد عدد المعجبين والمعجبات. يعني والناس بدأت تنتظرني في الشارع، يعني يريدون أخذ الصور معي، يريدون أن يقطعونني بأسنانهم من الحب طبعا. يعني وتعلم أنت من الحب ما قتل. لذلك قررت عدم الظهور. أمر آخر يعني أيضا وقعت عقدا مع شركة روسية هي بوتين فيلم، وهي حاليا تحدد أين أظهر وأين لا. طيب أبو البيش، يقال بأنك متأثر بأداء الفنان الكبير الراحل معمر القذافي، والصورة اللي عم نشوفها هلأ هي من أرشيف القذافي، وأنت عمرك حوالي 7-8 سنين. يمكن كانت هي بأول يوم العيد وكان عم بيعطيك العيدية معمر القذافي، مو هيك؟ القذافي؟ ياه صاحب الأعمال الخالدة. يعني مسرحية من أنتم، مسرحية زنقة زنقة دار دار، فلتركض روحه بسلام. يا سيدي فلتركض روحك وروحه بسلام إن شاء الله. دكتور بشار، صدقني عم تاخد كل دور أحلى بالتاني. يا رجل أذهلتنا بدور الأهبل،
بهرتنا بدور المنفصل عن الواقع، جامتنا بدور الفيلسوف والداعية الديني، العبقرية المطلقة بدور المحشش والمسطول. بس أكيد في دور عزيز على قلبك وبتحبه أكثر من الثاني، فشو هو؟ الحقيقة يعني أحب الشخصيات لي هي شخصيتان، هما الأهبل والفيلسوف. بالنسبة لي الأهبل والفيلسوف. المشكلة يا فنان انه كلياتنا لما عم نشوفك وانت اخذ دور الفيلسوف عم نحسك اهبل، ولما عم تاخذ دور الاهبل عم تعطي على فيلسوف. كل الاحوال بشار تابع معي هالفوتو مونتاج وبتحداك انت تميز بين الاهبل والفيلسوف. بعد او قبل مؤتمر جنيف الثالث المفترض انعقاده كان الشهر الماضي. الشهر الماضي كان امتى كان؟ شو حتى لم يترك مكانه في الذاكرة. التي نتعرض لها هي حرب مصطلحات. كلمة خيار تعني بأن هناك خيارات مختلفة، مفهوم الوطنية أو لا وطنية. يعني كلمة أطراف تعني بأن هناك جهات متقابلة لها مقومات متشابهة، ولكن الحق لا ينتصر، وإنما من ينتصر هو صاحب الحق. الحق يستعاد، والحق لا يعود، يستعاد لا يعود لوحده. إذا كان هناك من ينتظر هذا الحق ليعود فهو لن يعود. قلت لي دكتور بشار الحق لا يعود لوحده، يعني خرج يجيب أخوه معه يعني؟ والله العظيم ما حدا فهمان عليك شيء. طيب دكتور بشار، شو هي الصعوبات اللي عم بتواجهك بأداء شخصية الأهبل؟ بالنسبة لي شخصية الأهبل هي شخصية متجذرة في شخصيتي الأساسية. أكيد. وهي ليست شخصية صعبة الأداء طبعا، بل على العكس أداؤها سهل وممتع. لماذا؟ لأنها تتقاطع مع شخصيتي الحقيقية. أيوة. وفيها العديد من التفاصيل التي تشبهني، وأنا حقيقة يعني أعيشها يوميا في حياتي. أكيد عم بتعيشها يوميا وطيرت عقل العالم بهالشخصية. طيب دكتور بشار، العمل الفني عمل جماعي، لمين بيعود الفضل باستمرار عرض مسرحية سوريا الأسد وسوريا الله حاميها ل 17 سنة متواصلة؟ أولا النجاح يعود لي بالدرجة الأولى لأنني أنا أصلا أهبل ولكن أيضا يعود لي كاتب السيناريو، المخرج، وحتى الكومبارس. يعني كان أدائهم عالي جدا، يعني خاصة هذا يعني الذي قال الوطن العربي قليل عليك وأنت لازم تقود العالم يا سيادة الرئيس. يعني بصراحة أهبل مني. علي الحلال مالي عرفان مين الأهبل من بيناتكم بالتاني. طيب أبو البيش، هلأ رح نفرجيك شخصية متأثرة فيك وبفلسفتك ورح نتركها مفاجأة لك، بنشوفها وبعدين بنحكي. تفرج. وهذا السؤال دائما أنا بسأله أو بيسألوني إياه وقت بنقول تميز. ما ممكن يكون في تميز بدون ما يكون في تفوق، والتفوق ما ممكن يكون في تفوق إذا ما في عملية تعليمية كاملة متكاملة مع بعضها البعض. فاهتمامي بالتميز، المتميز على مركز التميز هن المتميزين. هي أول نقطة. النقطة الثانية، شو الفرق؟ التميز والتفوق والتمزمز والمزمزة. دكتور بشار، بدي تحكي بصراحة وبشفافية مطلقة، يعني لماذا استعنتم بالمزمزة للمغمورة أسماء الأسد؟ بصراحة لك طول بالك لسه بصراحة وبراحة، طول بالك نسألك السؤال اسمك. يعني السؤال، لماذا جبتم ممثلة ما لها علاقة بسوريا وما هي عائشة بسوريا مشان تمثل للشعب السوري؟ يعني هل فقط لأنها مزة مثلا؟ يعني طيب، يعني في فنانات كبار كتير لهم تاريخ، لهم جغرافيا وطنية. لماذا جبتم أسماء الأسد كي تأخذ معكم دور البطولة في مسرحية سوريا الله حاميها؟ بصراحة تعلم العمل المسرحي بحاجة للوجه النسائي. أكيد. عملت مع الفنانة الكبيرة نجاح العطار التي عملت مع السيد الوالد، لكن في الفترة الأخيرة يعني بدأت باروكتها تسحل يعني وتنام وتشخر بالبروفات. لذلك حاولنا أن نستعين بفنانة قديرة أخرى، فتعاملنا مع الفنانة بوسينة شعبان، معروفة طبعا، صاحبة مسرحية خلصت وأصبحت وراء ظهورنا. لكن يعني الجمهور يبدو أنه لم يعجب بها كثيرا، لأنه يعني بصراحة يعني أنا فيني أنوثة أكثر منها.
ففكرنا بالاستعانة بالفنانة ميا خليفة طبعا، وشجعني على ذلك الكثير من الأصدقاء لأنها تتمتع بسمعة طيبة وأيضا يعني حضور لافت، لكن في النهاية وقع الاختيار على أسماء. ايوه يعني وقع اختيارك على أسماء. دكتور بشار، خلينا نروح لآخر سؤال اليوم ببرنامجنا اللي هو الربح، يعني سؤال المليون. انا ما راح على قلبك وقلب الجمهور مثل ما بيعمل صاحبك جورج قرداحي ليوصلك للمليون ب15 سؤال. انا راح اسألك سؤال واحد بس وبتصل للمليون. كل شباب الوطن العربي بيحلموا يكونوا نجوم، مشان هيك الشباب العربي بيقتلوا حاله للمشاركة بسوبر ستار، فويس، اربس جات تالنت، ارب ايدل، الا الشاب السوري. كل الشباب السوري بيحلموا يصيروا رئيس جمهورية. يا أخي الشعب السوري كله عنده أمل يصير رئيس جمهورية، والحق معهم، إذا أهبل واحد بسوريا صار رئيس جمهورية، ليش إنهم ما يصيروا رؤساء جمهورية؟ طيب حبيبي، دكتور بشار ركز معي. سؤال المليون: كيف تصبح قائد خالد ب4 خطوات؟ كل خطوة رح يصير برصيدك 250,000. ركز دكتور، روح. طبعا بالنسبة لي هذا السؤال جوابه بسيط جدا. أولا سب وشتم أمريكا دائما. برافو دكتور بشار، سب وشتم أمريكا دائما، صار برصيدك 250,000. روح. الاحتفاظ بحق الرد طبعا. يا عيني عليك، يا عيني عليك، الاحتفاظ بحق الرد. طبعا نحن بنحتفظ بحق الرد، وما أحلانا نرد احنا. 500,000 دكتور بشار، روح. وأيضا التحدث بالمقاومة والممانعة دائما. عبقري عبقري بشار الأسد، عبقري. التحدث، بس التحدث بالمقاومة والممانعة. صار برصيدك 750,000. أعطيني الرابعة وارباح المليون. روح. طيب ما في وسائل مساعدة؟ يحرق حريشك محل ما بحرق حريش. إيه ما تم حدا بالدنيا ما ساعدك. أمريكا ساعدتك، روسيا ساعدتك، إسرائيل ساعدتك، إيران ساعدتك، الأمم المتحدة ساعدتك، وقفت علي أنا. وقفت راح ساعدك. روح، راح أعطيك خيار الاتصال بصديق. مين الصديق اللي بدك تتصل فيه دكتور بشار؟ الفنان الصديق أحمد بدر الدين حسون الذي أدى معي دور المفتي بمسرحيتي الأخيرة. اختيار موفق، اختيار لك عبقري، ولك عبقري. كنترول معي انتو. دقوا لي تليفون لبيت الدكتور أحمد بدر الدين حسون اللي أخذ دور المفتي بمسرحية سوريا الله حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا منزل الدكتور أحمد حسون مفتي الجمهورية العربية السورية. إنني في الحمام، أرجو الانتظار. الانتظار لن يطول أكثر من نصف ساعة. يا علي نحن والسود العيون، نحن والسود العيون، ما ظني مجنون ليلة قد جن بعض الجنون. يبدو دكتور بشار انه بدك توقف عند 750,000 لانه احمد حسون بالحمام. تحب تترك له رسالة؟ عم يلطم هلا. ولك حسون كذاب، انا اعرف انك في البيت. ارفع السماعة، انا بشار الاسد. نعم سيادة الرئيس، أسمعك جيدا، وها أنا قد رفعت السماعة الآن. لا تؤاخذني حفظك الله، فهنالك العديد من الاتصالات تأتيني. هنالك من يقول لي: يا حسون، يا ملعون، شيل اللفة وحط قرون. ماذا أفعل معهم يا سيادة الرئيس؟ سامحني حفظك الله. أكيد راح يسامحك أحمد حسون، فنان الكبير. معك همام حوت من برنامج السيناريو. أهلا بك أستاذ همام، بارك الله فيك، ولا فض فوك، ولا عاش حاسدوك، والله يخلي لك أمك وأبوك. طيب أبو أديب، يبدو أنك مدموج لسه بدور المفتي بالمسرحية الأخيرة. دكتور حسون، معنا صديقك بشار الأسد، وصل رصيده في البرنامج ل750,000 قتيل من الشعب السوري.
وبده مساعدتك ليوصل للمليون قتيل من الشعب السوري. مستعد تساعده ب 250 ألف قتيل دكتور حسون؟ هو حبيبي وأنا مستعد. ايه شو عليه؟ مدام مستعد أمرنا لله. هي الساعة ومعكن 60 ثانية بس من وقت ما ببلش أبو البيش بالكلام. تفضل. حسون، السؤال هو كيف تصبح قائدا خالدا؟ أحمدك اللهم على كل نعمة، وأصلي وأسلم على نبي هذه الأمة، وأترضى عن ساداتنا أصحابه الخيار الأئمة ومن تبعهم من هذه الأمة إلى يوم القيامة. حسون استعجل، خلص الوقت. أشتم أمريكا بلسانك. اللي بعده خربت بيتي يا حسون. قاوم بالصمت ولا تخشى. استعجل حسون استعجل. احفظ حق الرد بعنف، هددهم ليلا ونهار. تروح فاي يا حسون، روحت الوقت كله، والله سوف اخذ 250 منك. يبدو ابو البيش انه حسون ما قادر يساعدك وراح توقف عند 750 ألف قتيل. خلونا نعرف الجواب الصحيح يا دكتور بشار ويا احمد حسون. روح. هل حلمك أن تصبح قائد ويشار إليك بمنوار؟ اشتم أمريكا بلسانك وارفض معها أي حوار. لا تقلق فالبعض يصدق وهناك مليون حمار. قاوم بالصمت ولا تخشى، قاوم بالصمت ولا تخشى، واملأ نشرات الأخبار. هل حلمك أن تصبح قائد ويشار إليك بمنوار؟ اشتم أمريكا بلسانك وارفض معها أي حوار. احفظ حق الرد بعنف، هددهم ليلا ونهار، وتحدث عن بعض الفتنة كي تقتص من الأحرار. احفظ حق الرد بعنف، هددهم ليلا ونهار، وتحدث عن بعض الفتنة كي تقتص من الأحرار. لا تنسى إفتاء المفتي بتكفير جميع الثوار. لا تنسى إفتاء المفتي بتكفير جميع الثوار. إن حققت جميع شروطي، إن حققت جميع شروطي، فستصبح حتما بشار، فستصبح حتما بشار، فستصبح حتما بشار، فستصبح حتما بشار. اكيد عرفت يا فناننا الكبير انه افتاء المفتي كان ممكن يزيد برصيدك 250 ألف قتيل تاني من الشعب السوري يوصلك للمليون بسهولة. بس يبدو انه الله سبحانه وتعالى ما له إرادة تصل للمليون، بس 750 ألف قتيل حلوين. حلوين دكتور بشار، لا تقول لي ما حلوين، لأنك ما حسبت معهم جوائز الطردية اللي رح تاخدها مع 750 ألف قتيل سوري. عد عندك. يلا 750 ألف قتيل ومعهم كل هالجوائز الطردية حلوة، لا تقول لي ما حلوين. خلينا ننهي المقابلة بسؤال أخير. دكتور بشار، الخبر اللي عم تتنقله وسائل الإعلام والأنباء ووسائل السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي اللي هي نفسها السوشيال ميديا، بس أنا عم بتفلسف يعني، قلت بركي عديت منك ومن مدامتك عن عملك المسرح الجديد، شو بدك تخبرنا عنه؟ آخر الأعمال هو عبارة عن مسرحية بعنوان
ذهب ولم يعد طبعا ببطولتي، ويشاركني عدد من الفنانين على رأسهم الفنان الكبير ذو الوزن الثقيل الفنان وليد المعلم، وأيضا الفنان شريف شحادة، والفنان أحمد حسون، الفنان مأمون رحمة، والفنان ماهر الأسد طبعا، وأيضا الفنان النمر سهيل الحسن. أما بالنسبة لي الفنانات هناك العديد من الفنانات طبعا، سلافة وخرجي، سوزان نجم الدين، بوسينة شعبان، وبطبيعة الأحوال أسماء الأسد. العمل المسرحي هذا يعني هو من إنتاج رامي مخلوف، وطبعا التغطية الإعلامية لغسان بن جدو، وسيتم العرض للمرة الأولى في طهران، وسيستمر هذا العرض لسنوات طويلة. ذهب ولم يعد، يعني بالعامية درب الصدمة رد على طهران. بشار الأسد وكل الأسماء اللي عدى معه، الفنان الكبير بشار الأسد من أسرة برنامج السيناريو، من المخرج، من فريق الإعداد، مني أنا شخصيا، راح نهديك الغنية وإن شاء الله روحها بلا رجع طهران. روح أمان 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 يا جمال. طير يا طيارة طيري وروح يا إيران، خد جزارة لسوريا وزينة شعبان. طير يا طيارة طيري وروح يا إيران، خد جزارة لسوريا وزينة شعبان. لا تنسي كمان يا معلم نحفان، بدي الجعفري واسماء ومعهن رامي وماهر، ولا تنسي حكيم الحكماء النمر الورد الكاسر. بدي الجعفري واسماء ومعهن رامي وماهر، لا تنسي حكيم الحكماء النمر الورد الكاسر. يا ولي إيران هنا بهالفيران، يا ولي إيران هنا بهالفيران، أصحاب نظريات العالم تاريخ والزمان. ليالك إيران شلتها الزعران. طيري يا طيارة طيري وروح يا إيران، خدي جزارة لسوريا وزينة شعبان. لا تنسي كمان يا معلم نحفان، خدي معك أحمد حسون هذا المفتي الماكر، ولا تنسي اللي اسمه مأمون خطيب الأموي الفاجر. خدي معك أحمد حسون هذا المفتي الماكر، لا تنسي اللي اسمه مأمون خطيب الأموي الفاجر. من جده غسان شريف الفهمان، من جده غسان شريف الفهمان، واللي تصدوا بالصدر العاري سلاف وسوزان. تهني طهران بشلة هالنسوان. السيناريو ويا شعب شبعنا من الصاب، يا شعب شبعنا من الصاب، جبنا لك شاهد على الآه، جبنا لك شاهد على الآه، بده يحكي بماضينا، بده يحكي بماضينا، وبحاضرنا يزرع زاه، وبحاضرنا يزرع زاه، وشاهدنا وحده اللي طاه، شاهدنا وحده اللي طاه، بين نجومك يا جبار، بين نجومك يا جبار، ولا يرفع اسم بلادي، لا يرفع اسم بلادي، ويخلي عالمنا نار، ويخلي عالمنا نار. لك اللي مالك دارس بين صفوف المدارس عن شاهدنا وتاريخه لواء محمد فارس. لك اللي مالك دارس بين صفوف المدارس عن شاهدنا وتاريخه لواء محمد فارس. واهلا وسهلا باللواء والقالب كله اشواق، لا نسمع من شاهدنا صرخة كل مين قال ولا. اهلا وسهلا باللواء والقالب كله اشواق، لا نسمع من شاهدنا صرخة كل مين قال ولا. وما رح نرضخ للاسى، ما رح نرضخ للاسى، نحن اولاد
بنفدي الثورة ومن الله بدنا المدى شاهد نائب الحلا أصيل ونعم النساء تاريخه بيحكي عنه وفارس شرف العرب سيادة اللواء محمد فارس رائد الفضاء العربي السوري، أهلا وسهلا فيك في الحلقة الأولى بشهادتك على القهر. مع الأسف هلا كلمة شاهد على القهر ببرنامج كوميدي ممكن تكون قاسية شوي، بس إن شاء الله رح يكون دمنا اثنيناتنا خفيف ونرسم ابتسامة على وجه المقهورين على مبدأ شر البلية ما يضحك. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك سيادة اللواء. أهلا وسهلا. سيادة اللواء محمد فارس، قبل ما نبدأ بمقابلتنا خلينا نشوف هالفوتو مونتاج وبعدها بنبدأ المقابلة. تفضل. في عام 1987 حملت مركبة الفضاء سويوز M3 السوفيتية رائد الفضاء السوري محمد فارس مع رائدين روسيين، وبعد يومين على الانطلاق التحمت المركبة بالمحطة مير على ارتفاع 400 كيلومتر عن سطح الأرض. أعلمكم بأننا نمر لأول مرة فوق سماء بلادنا الحبيبة سوريا. إنني مسرور جدا وسعيد جدا لأنني أرى بلدي الحبيب، أراه رائعا جميلا كما هو في الحقيقة. إني أرى سواحله الجميلة الرائعة، إنني أرى جباله الخضراء الجميلة وأرى سهوله، أرى جبل الشيخ شامخا وجولاننا الحبيب. إني أرى كل بقعة فيه رائعة جميلة. عند عودة المركبة الفضائية قام الروس باستقبال رائد الفضاء محمد فارس وتكريمه، وعند عودته إلى سوريا برفقة الرائدين الروسيين تم استقبالهم استقبالا شعبيا حافلا. رائد الفضاء السوري اللواء محمد فارس عدة سنوات بمدينة النجوم، بطل الاتحاد السوفيتي وبطل وسام الجمهورية العربية السورية. أجريت عدة تجارب علمية بالفضاء، رجعت لقيت استقبال شعبي واستقبال رسمي، فأكيد القيادة السياسية الحكيمة استفادت من خبرتك الكبيرة مع علماء الفضاء وبالتجارب العلمية اللي عملتها في الفضاء. فبعد عودتك من الفضاء وانتهاء الاستقبال، أين تم تعيينك من قبل القيادة السياسية الحكيمة؟ للأسف الشديد يعني تعينت عن مرتي في بيتي 8 سنين. عفوا؟ تعينت عن مرتي في بيتي. عينتك القيادة عند مرتك في بيتها؟ ايه 8 سنين الحمد لله. 8 سنين. ايه. وإيش هي التجارب العلمية اللي طورتها معناتها؟ يعني ساعدنا بفرم السلطة وتعلمنا نشب أرجيلة. مع الأسف الشديد يعني. شو قدمت لك القيادة السياسية الحكيمة حافز أو مكافأة من شان الشباب السوري يقتدي فيك؟ مع الأسف الشديد يعني كان أعطوني سيارة بيجو 504 بدها دفش. يعني كل ما أطلع بالسيارة يجوا الشباب بالحارة ولا في المنطقة اللي أنا فيها يدفشوا رائد الفضاء. سيارة بيجو 504 قديمة، بالطلعة كويسة؟ بالطلعة لا. بالنزلة كويسة. بالنزلة كويسة. ايه. طيب أكيد معناته صار معك كتير مواقف طريفة والسيارة عم تتعطل. والله هي مرة صار معي موقف بس ما هو طريف. تفضل. يعني أنا بالرغم إنه حطوني في بيتي بس استمريت بإعطاء المحاضرات العلمية للشباب السوري، للجامعات، للمدارس، في الأرياف، في القرى. بذكر مرة كنت بدرعا. نعم.
ورجعت بالليل كنت قريب من الحدود الإسرائيلية بيجي 10 كيلو متر الطريق القديم. انقطعت في نص الطريق السيارة فيني، وانقطعت لوجه الصبح لحتى بالصدفة عدت سيارة بيعرفني اللي عم بيسوق السيارة، قطرني إلى دمشق مع الأسف الشديد. يعني هلا إذا قلنا بالبرنامج حدود إسرائيل بجوز يقولوا إن إحنا معترفين بدولة إسرائيل، يعني هي النظام، نحن مو أنا وأنت عم نتعامل مع قطر وإسرائيل والسعودية خلينا نقول على حدود فلسطين المحتلة طبعا، شماح، لأنه الشباب يعني بتعرف أنت الاتهامات اللي عم بيكيلوها لنا. يا ترى لو كان رائد الفضاء الإسرائيلي إيلان رامون هو طالع 1987 على الفضاء، مع أنه إيلان رامون طلع بال 2003. إيلان رامون لو قطعت حديثك فضل. طلع على الفضاء ومات في الدخول مع رواد الفضاء بالمركبة الفضائية اللي عادت من مكوك. تمام. ومع ذلك سميت معاهد باسمه، برامج باسمه، في معاهد علوم فضائية باسم هذا رائد الفضاء الإسرائيلي حتى يخلدوا ذكرى برغم أنه مات أثناء العودة. ايه لا انت يعطوك بيجوا 504 ايش بدك يسموه باسمك وايش بدك بالشغله كلياتها يا رجل. إيه والله العظيم. مع الاسف. طيب رجعت من الفضاء، تم استقبالك استقبال شعبي، بعدين القياده السياسيه الحكيمه المتمثله بالقائد الخالد حافظ الاسد عملت لك استقبال رسمي وقلدك وسام بطل الجمهورية العربية السورية. أكيد في خفايا وكواليس بتقليد هذا الوسام، ممكن تحكي لنا عنها؟ أنا لما قلدني حافظ الأسد المقبور الوسام، للأسف الشديد البروتوكول إنه هو يقلد لي إياه. إذا بتريد لا تقول مقبور، الخالد. الخالد؟ ايه. لا والله مات. مات؟ إيمت مات؟ هذا على أساس للأبد. ايه ماسكها كان للابد بس مات. يلا سيدي. الوسام اعطاني اياه بايدي، ما قلدني اياه بايده. هو المفروض يقلدني اياه بايده، هذا البروتوكول تبع الوسام. يعني يلبسك اياه، يلبسني اياه، هو سلمك اياه سلمني اياه بايده. نعم. حتى بذكر انه كان رئيس اركان القوى الجويه عند باب القصر طالع وقال لي وقف، ما حسن يلبسك اياه، يعني حتى انه احد رجالاته استاء من هالموقف فمسك لبسني على باب القصر بعد ما نحن طالعين. طيب باعتقادك انت ليش ما لبسك اياه؟ ما بعرف، غيران عجب ليش ما طلع باسل. وطالع باسل كان. سيادة اللواء، كان هذا هو اللقاء الوحيد بينك وبين حافظ الاسد؟ كان في لقاء اخر، اجى رائد الفضاء السعودي الامير سلطان. نعم. ابن سلمان ابن الملك، فبطبيعة الحال أنا لازم أطلع معه بروتوكوليا. طلعت أنا ومعنا وزير الداخلية محمد حربة. حافظ الأسد كان في حضوره ما بصير حدا يتكلم. يعني دقيقة، لا تقول لي دخلت بالحديث مع حافظ الأسد. طيب هذا حافظ الأسد، نحن ضمن الوفد 3، حدا حكى بعض الكلمات عن الفضاء، دخلت بكلمة بالتهذيب يعني. فالتفت علي قال لي محمد أنت لما طلعت على الفضاء قلت يا الله الروس انزعجوا منك؟ ما قلت له لا ما انزعجوا مني، احنا بنقول في اي عمل تبعنا وهذا امر طبيعي بنقول يا الله، بالعكس الروس اعتبروه امر طبيعي. الوفد اللي اجى بعده كنا عم ننتظر بالشيراتون مع الوفد الروسي، قال لهم الوفد كله بيجي من عدا محمد. الحق عليك حبيبي، انت قلت يا الله لو قيل يا حسين يا زينب كان مشي الحال. والله العظيم ايش بك. طيب سيادة اللواء محمد فارس، أنا اللي بعرفه أنه في كل سنة بيصير مؤتمر لرواد الفضاء العالميين. كرمال الله إيش كنت تحكي عن سوريا بمؤتمرات الفضاء في العالم؟ هلا لا أقول لك، قبل ما أنا كنت عضو بجمعية رواد الفضاء العالمية. نعم. مع الأسف الشديد كل 10 15 دعوة لحتى أستطيع أنفذ بدعوة. ليه؟ أنا كرائد فضاء مفروض فيني قبل ما اطلع برحلتي، يعني للاسف الشديد في برحلتك على الفضاء؟ لا برحلتي على المؤتمر. ايه؟ المطار رجعنا منه خلص. ايه ايش بدك لتطلع على بدي اول شيء الدعوه يوافق عليها مدير مخابرات جويه، قائد القوى الجويه، عاد على اصابيعه عم بعد والله عم بعد، وقائد بعدين بتروح على رئيس الاركان،
وزير الدفاع، على القصر الجمهوري، بترجع على المخابرات العامة، بترجع بعدين على، أنا عم بحكي جد ما عم ببالغ، على الفرع الخارجي. من الفرع الخارجي بتروح على وزارة الخارجية ليبلغوني تمت الموافقة. يعني بتكون طلعت روحي لو وقت ما طلعت الموافقات هي؟ ايه طبعا. كانت الطلعة كلياتها. أنا عم بحكي كلام واقع للأسف الشديد. ومع ذلك يعني كنت تطلع؟ ومع ذلك أحيانا أصر لأني أكون اختنقت في البلد لازم أطلع. يعني هدول مخابرات يعني إذا أنت طلعت مثلا على البرازيل أو طلعت على أمريكا اللاتينية أو طلعت على اليابان، يعني إيش؟ أنا مرة لأقول لك تفضل. اجتني دعوة على كوستاريكا، كوستاريكا في أمريكا الوسطى. تمام. أصريت أروح، فجيت على مدير إدارة المخابرات الجوية وقال لي طيب وين هي كوستاريكا؟ عفوا؟ ما بيعرف وين كوستاريكا. ورحت واخذت بالمطار فيزا ورحبوا فيني. ومؤتمر رواد الفضاء بكوستاريكا كان يرعاه رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية في احتفال الوطني كنا نزل من المنصة وسلم على رائد الفضاء الكوستاريكي اللي كان عم يوقع للجماهير، ورائد الفضاء مد ايده وسلم عليه ورجع يوقع. كوستاريكا عندها رائد فضاء؟ امه كوستاريكيه بس ابوه امريكي، ومع ذلك امريكي يعني. هلا هو امريكي امه كوستاريكيه. لانه امه كوستاريكيه عم بيعملوا مؤتمر طبعا رواد فضاء بكوستاريكا. بالضبط. خلي لي امه انا بس. انا خلي لي امه. لا يعني انا عم بحكي عن عاصي مو على لكم على كوستاريكا. وبالمناسبة أنا تعرفت على طالب سوري موجود أو شاب سوري موجود بكوستاريكا بسان خوسيه. نعم. العاصمة. ما في غيره. ما في غيره. هي نقطة كتير مهمة ها. فسلم علي ودعاني على بيته، متزوج كوستاريكية. نعم. فقال لي أنا مرة رجعت على سوريا، هو يمكن من دير الزور كان. قال مكتوب فيه تقرير. تقرير؟ ما في غيرك بكل كوستاريكا، مين كتب فيك التقرير؟ اكيد هو كتب التقرير بحاله حفاظا على تقاليد المخابرات السورية. سيادة اللواء، هلا تركنا من كوستاريكا وتركنا من المؤتمرات العلمية، لواء رائد فضاء، بطل الجمهورية العربية السورية، بطل الاتحاد السوفيتي، رئيس شعبة التنظيم والإدارة، إدارة التنظيم والإدارة، واحد من أعمدة الجيش العربي السوري. كرمال الله ايش ناقصك لتنشق انت وتلحق لي الثورة؟ كرمال الله اللي ايش ناقصني كرامة، مثل ما ناقصني كرامة كان. كرامة طبعا نحن بلا كرامة في وطننا للأسف الشديد. هلا لو رجعت فيك الأيام لآذار 2011 رح تاخذ نفس الموقف سيادة اللواء محمد فارس؟ ورح اخذ أقصى من هالموقف كان إن شاء الله بكل تأكيد. ثورتنا ما هي ثورة جوع، ثورة أكل، ثورة حرية، ثورة كرامة، ثورة وجود. طيب ثورة وجود. خليني بقى أصيغ السؤال بطريقة ثانية. صيغه. ندمان على شيء بهالثورة؟ والله ما ندمان، بس لأني ما حملت السلاح. كنت بتمنى أنه أنا عندي إمكانية أحمل السلاح. سيادة اللواء محمد فارس مصر على موقفه من الثورة طبعا، وندمان على شغلة وحدة بالثورة. نعم. انه ما حمل السلاح. العودة الى حضن الوطن، الفساد في الجيش العربي السوري، انتقاء الطيارين في المعهد الجوي اللي كنت حضرتك المدير تبع المعهد. هي الأسئلة رح نسألك اياها بالحلقة الثانية بشهادتك على القهر في برنامج السيناريو. من استديوهات الأورينت بحييكم إلى اللقاء بالحلقة القادمة من برنامج سيناريو. السيناريو. خلصت أول سنة وقامت البلد، هبوا كل الأحرار وصرنا على الأسد. عملنا ثورة خفيفة سلمية ونظيفة، قلبناها وظيفة وما عاد إلنا سند. خلصت تاني سنة وصار عنا ائتلاف، وبحجة أهل الدين بلشنا بالخلاف.
فرضوا علينا الطاعة وصار عنا إذاعة عم تخطب بالجماعة وعم الموت تخاف. وبعد 3 سنين شكلنا هالأحزاب، كل واحد راكب راسه ومش شايف هالخراب، وتهجرنا سباحة وتبهدلنا صراحة وفلحوا فينا فلاحة، الله محيي الشباب. بعد 4 سنين احتلتنا إيران وحاكمنا سليماني وحسن نصر الشيطان، وصلوا على الفخارة ولطموا بيك الحارة، 1000 مليون خسارة باعوهم من الأوطان. وبعد 5 سنين صرنا شعب الشتات، شو بده الواحد يحكي وما عاد يكفي الكلمات. دخلوا لعنا الروس دعموا حكم المجوس، صار السوري مفحوص من وراء الرايات. هي صاروا 6 سنين شفنا فيها العذاب، بالماشي ورا الداعم راحت منا حالات. كل مين بتجوز امه صار يقول له يا عمو، والدولار اول همه هي عرفنا السبب. وسنينك جر سنين منك بس المدار، غيرك ما في معين يا واحد يا احد. حنكمل المشوار ونصحح المسار، والله شو ما صار حنصحح الاسد، والله شو